إلى تونس لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي. المباراة اللي هتكون إن شاء الله يوم 18/5، المباراة الكبيرة والمرتقبة من أفريقيا والوطن العربي بالكامل. وآخر تطورات قضية محمد الشيبي وحسين الشحات وإصابة أحد لاعبي النادي الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي. السلام عليكم متابعينا الكرام وأهلا بكم. أتمنى في البداية تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد أول بأول، وتصلوا على النبي وتقولوا عليه الصلاة والسلام. حلقة اليوم حلقة مهمة جدا ومن العيار الثقيل. إذا كنت تتمنى فوز النادي الأهلي انزل في التعليقات واكتب إن شاء الله النادي الأهلي يكسب الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس. استعد النادي الأهلي وبشكل قوي للسفر إلى الدولة التونسية ليلتقي مع نادي الترجي التونسي على ملعب رادس يوم 18/5 في الشهر الجاري. مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مباراة من العيار الثقيل، مباراة قوية، وإن شاء الله النادي الأهلي يعمل نتيجة إيجابية. محمد الشيبي، النادي الأهلي يبعت خطاب رسمي للأستاذ فوزي لقجع عشان يكلم محمد الشيبي ويتنازل عن القضية اللي رفعها ضد حسين الشحات، القضية اللي خدت مجريات كبيرة واللي طولت جدا جدا في المحاكم المدنية. في النهاية نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.